ازاي واحد موظف عنده 3 او 4 سنين خبرة يعمل اول 2000 و3000 و4000 و5000 دولار اونلاين في 2026؟ انا ليه مؤهل ان انا اقول لك ازاي تعمل كده؟ لان انا شغال سوفت وير ديفلوبر وفي نفس الوقت عندي بيزنس اونلاين وببيع خبرتي بقالي 5 سنين، ساعدت اكتر من 200 شخص ان هم يعملوا كده. كل ما كان البيزنس نفسه فكرته سهلة كل ما هتقدر ان انت تستمر عليه، وكمان هيبقى عندك وضوح في توصيل المعلومة وان انت تسوق لنفسك. لو انت عندك 3 4 سنين خبرة فانت اسهل حاجة واسهل بيزنس ممكن تبداه هو بيزنس قائم على خبرتك، ان انت تستغل الخبره اللي عندك دي ان انت تسوقها للناس. اولا عشان مش هتحتاج ان انت تذاكر حاجه جديده، وثانيا انت عندك حاجه جاهزه والحاجه دي بتقدم مع الوقت، فالخبره اللي عندك دلوقتي ممكن تبقى ملهاش لازمه كمان سنتين ثلاثه نظرا لوجود الذكاء الاصطناعي وغيره. هتبدا تبيعها ازاي؟ انك تعمل محتوى على منصات التواصل الاجتماعي بدون ما تسال الناس على اي حاجه ولا تعمل كورسات ولا اي شيء. اطلع اتكلم في الحاجات اللي انت عندك خبره فيها، اتكلم في المشاكل اللي عندك في شغلك سواء كانت مشاكل تقنيه او مشاكل مع الناس، سوفت سكيلز، وحاول ان انت تخلق نوع من التفاعل مع الناس. الناس هتبدا تسالك شويه اسئله، الاسئله دي المفروض تكون الموضوع بتاع المنتج بتاعك اللي هتعمله بعد كده. المنتج ده هو ايه؟ المنتج ده هو ان انت تبيع وقتك، ان انت تدخل استشاره مع الناس تعرفهم ازاي يوصلوا للنقطه اللي انت فيها. في مصادر تانية للربح غير موضوع الاستشاره، زي موضوع المنتورشيب، زي موضوع الافيليت، ان انت تتعاون مع حد تاني عنده خبره قريبه من الخبره بتاعتك، بحيث ان انت ما تعملش كورس من البدايه، لا انت بتسوق له وبتاخد نسبه من الارباح. واخيرا بعد ما تبني قاعده متابعين ممكن تتعاون مع شركات ان انت تعلن ليهم عن المنتجات بتاعتهم وتاخد نسبه من الارباح. انا شرحت كل خطوه بالتفصيل وتعمل كده ازاي في التدريب اللي عملناه للبرنامج المدفوع بتاعنا. لو انت حابب تتفرج عليه اكتب لي كلمه تدريب تحت في التعليقات وهبعته لك بشكل مجاني.